السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك هم أو حزن أو ضيق، يبقى الفيديو ده ليكي، كملي النهاية وإن شاء الله تستفادي. أول حاجة من قوانين الدنيا إن لازم نعيش يومين، يوم حلو ويوم وحش. لازم نحمد ربنا ونشكره على اليوم الحلو واليوم الوحش، لأن الاتنين من عند ربنا والاتنين هما خير لينا. الحلو بتعيشيه وبتفرحي بيه، والوحش بيعلمك وبيديكي دروس لحاجات بعد كده ممكن تحصلك وتستفادي منها. والشخص اللي ربنا بيحبه بيبتليه بأي حاجة. انت لو عندكيش قوة ايمان ان ربنا الخير او الشر هو خير لينا عامة، هيبقى عندك هم وحزن. ليه بيحصل لي كده؟ ليه؟ مش معنى اني اعرف ان المؤمن على طول ربنا بيبتليه، بدليل ان الانبياء كلهم ربنا كان بيبتليهم. وكمان الانبياء اللي هم قريبين جدا من ربنا، اللي هم اولي العزم، هم اكتر ابتلاء في حياتهم. منهم سيدنا محمد وسيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى. الانبياء اللي احنا عارفينهم المعروفين بالنسبه لنا هم اكتر ابتلاء من ضمن الانبياء كلهم. في ورد هكرريه، وفي اخر الفيديو هقولك انسب الاوقات اللي انت تكرريه فيها امتى. والورد هو سورة الشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. وسورة الشرح من السور المكية، وهي ترتيبها السور اللي نزلت هي رقم 12. كانت في بداية الدعوة لسيدنا محمد، فكانت يهود قريش كانوا بيعايروا اللي هم بيدخلوا الإسلام مع سيدنا محمد بالفقر والعوز. فربنا نزل الآيات بتاعة سورة الشرح، وهي بيقولوا برضو اللي هي نزلت في توقيت الإسراء والمعراج، لأنها بتقول ألم نشرح لك صدرك. هو بيقولوا تفسير ضعيف، بس هي ألم نشرح لك صدرك إن معنويا إن ربنا غسل قلب الرسول من كل حاجة وحشة، فبقى نقي جدا. أما بالنسبة للعلماء، سواء العلماء قديما أو العلماء دلوقتي، هم أكدوا أو اجتمعوا على أن سورة الشرح من السور اللي بتشيل الهم والحزن فعليا. وأقول لك بقى إزاي تقوليها. قومي بعد صلاة الفجر كده أو صلاة الصبح، أيا كان، وردديها وانتي قاعدة على سجادة الصلاة. ما تقوميش طبعا بعد ما تقولي آية الكرسي. قلنا آية الكرسي قبل كده من الآيات اللي لازم تقوليها بعد كل صلاة واجبة، اللي هي الخمس صلوات. ما بيمنعش من دخولك الجنة غير الموت. فبعد ما تقولي آية الكرسي ترددي اللي هي سورة الشرح، على قد ما تقدري، بنية ان ربنا يفرج همك او حزنك. ومش تكتفي بصلاة الصبح والفجر بس، بعد كل صلاة مكتوبة او اي ورد انت او اي صلاة نافلة او اي صلاة انت هتعمليها، تقعدي كده على سجادة الصلاة وتكرريها، او قبل ما تنامي تكرريها وانت قاعدة كده تكرريها. وان شاء الله ربنا هيشرح صدرك وهيشيل همك وحزنك واي ابتلاء عندك. وتكوني على يقين تام، برضو زي ما بقول في اي فيديو، ان وانت بترددي اي ورد على يقين تام ان ربنا قادر على كل شيء. ربنا قادر على كل شيء زي ما قال في سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأنت مفيش حاجة مستحيلة على ربنا. أي حاجة ربنا رايدها هتكون من غير أي أسباب دنيا بتاعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.